مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في معي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. صندوق الادخار والقروض المصغرة بالإقليم الأوسط يقيم نشاطاته. تضافر الجهود لمكافحة العادات الضارة بإقليم عنسبة. مشاركة المواطنين بفعالية في البرامج التنموية بوسط بنغاليا. عشرات القتلى بهجوم مسلحين على قافلة شمال مالي. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم. مقتل 31 شخصا يشتبه بأنهم متمردون ماويون في اشتباك وسط الهند. السلام عليكم ورحمة الله. قيم فرع صندوق الادخار والقروض المصغرة بالإقليم الأوسط أعماله لعام 2024 اليوم 10 من فبراير. وأفاد مسؤول الفرع السيد سامسون يوهانس في تقريره الذي قدمه في اللقاء الذي حضره مدراء المديريات بالإقليم ومسؤولي فروع الصندوق بالمديريات إن حجم القروض المقدمة للعملاء شهد ارتفاعا من 52.9 مليون نقفة إلى 62.6 مليون نقفة، وإن نسبة تحصيل القروض ارتفعت بنسبة 30%. وأشار السيد سامسون من ارتفاع عدد المقترضين بنسبة 11.2% ونسبة السداد بنحو 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفا أن 53.7% من المستفيدين من النساء. وذكر المدير التنفيذي لمكتب الصندوق المركزي المكلف السيد تافلا اسمروم إن العمل الذي تم بالتنسيق مع إدارات المديريات أثمر نتائج مشجعة. وأوضح في الختام أن زيادة وعي المواطنين والموظفين بطرق الائتمان والقيام بحملات في جميع الفروع والعمل على الوصول إلى المستوى المستهدف لتوزيع وتحصيل القروض من حيث عدد الأسر هي من بين الخطط الرئيسية لعام 2025. ومن المعلوم أن لدى الصندوق بالإقليم الأوسط أكثر من 10,000 عميل في 6 فروع و66 بنكا ريفيا. تم إحياء اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث على مستوى إقليم عنسبة في 6 من فبراير الجاري بمدينة حقات. وذكر رئيس اللجنة الإقليمية للقضاء على الممارسات الضارة وحماية حقوق الطفل العقيد تسفازيون جرماي أن هذا اليوم هو يوم لتذكر النساء اللائي يعانين من هذه الممارسة الضارة صحيا وجسديا، وتجديد التزامنا بالعمل معا كمجتمع لمكافحة هذه الممارسات ومنعها. وأوضح مدير عام قسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرت آف السعيه العواقب الصحية والاجتماعية والنفسية لختان الإناث، ودعا إلى بذل جهود فعالة ومتضافرة للقضاء على جميع الممارسات الضارة. وأشاد ممثل اليونيسيف في إريتريا السيد عبد الله يوسف ومنسق صندوق الأمم المتحدة للسكان في إريتريا السيد كايتا أوهايو من جهتهما بكل من عملوا من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرين إلى أن نجاح إريتريا في القضاء على ممارسة ختام الإناث هو مثال للدول الإفريقية الأخرى. في الختام أشاد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بالجهود المبذولة للقضاء على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، ودعا إلى زيادة دور ومساهمة رجال الدين والأعيان في محاربتها. وتم تنظيم منافسات معلومات عامة وعروض فنية تعكس المناسبة. أكد المدير التنفيذي لمديرية وسط دنكاليا السيد آدم عبد الله أن الجهود تبذل لمواصلة المشاركة العالية للأهالي في أنشطة الحفاظ على التربة والمياه الجارية في مديرية وسط دنكاليا. وأفاد السيد آدم لوكالة الأنباء الإريترية أن الأهالي يشاركون في بناء الحواجز والقنوات الحوضية وقنوات الري والصرف والأحواض الأرضية وصيانة الطرق الترابية. وأوضح أن مشاركة المواطنين الواسعة في بناء سد بضاحية أفامبو في وقت سابق والذي يجري إنشاؤه حاليا في رامودا ساهمت في نجاح البرنامج، والذي سيتم مواصلته في المناطق الأخرى مستقبلا. وأضاف السيد آدم أن إدارة الإقليم والجهات المختصة تدعم الأهالي بشكل مستمر للانخراط في التنمية الزراعية، حيث أن المديرية تتمتع بمساحات كبيرة من الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة.
أقيمت فعاليات ثقافية لمدرسة وارساي كالو الثانوية بساوا يومي 8 و9 من فبراير الجاري، شملت معارض علمية وثقافية وفنية إلى جانب منافسات مختلفة. وأشار مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ تشومي محاري إلى أن هذه الفعاليات ختام للفعاليات المختلفة التي ظلت تقام على مستوى الوحدات الدراسية منذ بداية الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، بإقامة 15 مسابقة شملت الأصوات الغنائية والرقص الشعبي والشعر والقصص القصيرة والمسرحيات. وأوضح أن أهدافها تتمثل في خلق بيئة يستطيع فيها الطلاب التعبير عن اهتماماتهم وإشهار قدراتهم وتبادل الخبرات الفنية وتطويرها وغرس روح المنافسة والتقدم بين الطلاب، وبالتالي تعزيز وحدة الطلاب الوطنية. وذكر مدير مدرسة وارساي كالو الأستاذ رؤسوم قبرهيوت أن ساوا هي منصة للقوة البدنية والنضج العقلي ونقل التراث الثقافي والتاريخ إلى جانب التعليم الأكاديمي، وفرصة لتكوين الذات للأجيال والطلاب الإريتريين. كرمت مدارس ساقم وأدوليس للمراحل المتوسطة والثانوية في مدينة تسني طلابها الذين حصلوا على درجات عالية في الامتحانات الوطنية 2023-2024 للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وأشاد مدير مدرسة ساقم المتوسطة والثانوية الأستاذ تكي مدهاني في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي أقيم في 7 فبراير إنه تم تكريم 16 طالبا حصلوا على الدرجة 3 وحتى الدرجة الكاملة 4 في الامتحانات الوطنية للصف 12، و33 طالبا سجلوا أكثر من 80% درجة في الامتحانات الوطنية للصف 8. ومن بين 239 طالبا شاركوا في الدورة 36 من الخدمة الوطنية، حصل 48 منهم على نسبة تؤهلهم للبكالوريوس، و37 حصلوا على درجة الدبلوم لينضموا إلى الكليات الوطنية، وأن 352 من أصل 1380 اجتازوا الامتحان الوطني للصف 8 وانتقلوا إلى المرحلة الثانوية. وتشير الأنباء إلى أن أكثر من 37% من 1989 طالبا شاركوا في الامتحان الوطني من هاتين المدرستين الثانويتين خلال الأعوام 12 الماضية قد نجح في امتحانات الشهادة الثانوية. أوضح مدير مدرسة عدوليس المتوسطة والثانوية الأستاذ هينو غويتو أن الهدف من حفل توزيع الجوائز هو خلق تأثير إيجابي لرحلتهم الأكاديمية وتشجيع من يتبعهم من أقرانهم والطلاب في المراحل التي تليهم. وأشار مسؤول مكتب التعليم بالمديرية السيد سورافائيل كفلقرقيس إلى أن برنامج الذي نظم بمبادرة المدارس لتوزيع الجوائز هو نتيجة لجهود المعلمين وأولياء الأمور والطلاب. ودعا مدير مديرية تسني السيد سيوم قبريسوس المجتمع للمساهمة في رفع المستوى التعليمي للطلاب، مضيفا أن نتائج الطلاب الحالية في الامتحان الوطني تستحق الثناء بشكل عام. وأشاد الفائزون بالجائزة بدعم أولياء أمورهم ومعلميهم، مؤكدين أن أساس نجاحهم هو اهتمامهم بالتعليم والعمل الجاد الذي قاموا به. استشهد المناضل ميكائيل نقاسي قبل أيام الملقب بودموكو يوم 7 فبراير الجاري جراء مرض فجائي عن عمر ناهز 71 عاما. التحق المناضل ميكائيل بصفوف قوات التحرير الشعبية في فبراير من عام 1974 وناضل ضمن الوحدات القتالية بمختلف مستويات المسؤولية حتى وصل إلى مستوى نائب قائد التسليح في فرقة عسكرية. المناضل الشهيد ميكائيل نقاسي رب أسرة وأب ل3 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى عصر 8 فبراير في مقبرة الشهداء بتسني. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل ميكائيل نقاسي قبل مريم، وتعزي زويه وزملائه المقاتلين ورفاق العمل. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قال مسؤول محلي إن أكثر من 50 شخصا قتلوا قرب مدينة غاو في شمال شرقي مالي بعد أن نصب مهاجمون مسلحون كمينا لقافلة ترافقها كتيبة من الجيش المالي وقوات فاغنر الروسية. ووقع الهجوم قرب قرية كوبي على بعد نحو 30 كيلومترا من غاو في منطقة ينشط فيها عناصر تابعون لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة منذ أكثر من عقد،
وهذا أدى إلى زعزعة استقرار مالي وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر. ووفقا لمصادر محلية فإن القافلة تعرضت لهجوم مباغت من قبل مسلحين، تم تبادل إطلاق النار بين الجانبين، وتم تدمير 5 شاحنات تابعة للجيش المالي، ولم تعلن أي جهة عن تبنيها للهجوم لحد اللحظة، كما لم تصدر الحكومة في باماكو تعليقا حول الموضوع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على وارداتها من الصلب والألمنيوم. وكان ترامب لوح مرارا بفرض رسوم جمركية واستخدام ذلك وسيلة لدفع الدول التي تقيم شراكات تجارية مع الولايات المتحدة إلى تعديل سياساتها بما يتماشى مع أولوياته في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية. فرض ترامب رسوما جمركية على الصين، كما أمر باتخاذ خطوات مماثلة تجاه المكسيك وكندا. لكن سيد البيت الأبيض عاد وعلق لمدة شهر العمل بالرسوم الجمركية التي كان أمر بفرضها على كندا والمكسيك بعدما تعهد البلدان بتعزيز الإجراءات لمواجهة تدفق مادة الفنتاميل الأفيون وعبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة. أما الرسوم التي فرضها على الصين فاستدعت ردا انتقاميا من بكين التي فرضت بدورها رسوما جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم الأمريكي والغاز الطبيعي المسال، وبنسبة 10% على النفط الخام، وكذلك الآليات الزراعية والمركبات وغيرها. ذكرت الشرطة الهندية أن 31 شخصا على الأقل يشتبه بأنهم متمردون ماويون و2 من رجال الشرطة قتلوا في أعنف اشتباك مسلح حتى الآن هذا العام في وسط الهند. وذكر المفتش العام لشرطة ولاية تشاتسيغار باتلينجام سونداراج أن مئات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية شنوا عملية في غابات منطقة اندرافاتي في الولاية، بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن عددا كبيرا من المتمردين تجمعوا هناك. وأضاف سونداراج أنه أثناء إجراء القوات عملية بحث اندلع قتال في الغابة، ما أسفر عن مقتل 31 مسلحا على الأقل و2 من رجال الشرطة، كما أصيب 2 آخران من رجال الشرطة. وأضاف أن عمليات بحث مستمرة في المنطقة، وأن القوات عثرت على بعض الأسلحة والذخيرة بما في ذلك بنادق آلية. رفعت مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجيولوجية من المستوى الثالث إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستوى بعد أن أدى انهيار أرضي إلى دفن 10 منازل وفقدان أكثر من 30 شخصا. ووقع الانهيار الأرضي في قرية جينبينغ التي تقع في محافظة جونليان في مدينة يبين، وفقا لمقر الوقاية من الكوارث الجيولوجية والسيطرة عليها بالمقاطعة. وتم إجلاء حوالي 200 شخص إلى أماكن آمنة عقب وقوع الانهيار الأرضي بحسب وكالة شينخوا الصينية. وبسبب هطول الأمطار المستمر والظروف الجيولوجية تحول الانهيار الأرضي إلى تدفقات من الحطام تراكمت لمسافة تمتد 1.2 كيلومتر تقريبا، بحجم إجمالي يزيد على 100,000 متر مكعب. أختم هذه النشرة بالتذكير بالعناوين. صندوق الادخار والقروض المصغرة بالإقليم الأوسط يقيم أعماله. تضافر الجهود لمكافحة العادات الضارة بإقليم عنزبة. مشاركة المواطنين بفعالية في البرامج التنموية بوسط دنكاليا. عشرات القتلى بهجوم مسلحين على قافلة شمالي مالي. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. مقتل 31 شخصا يشتبه بأنهم متمردون ماويون في اشتباك وسط الهند. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.